السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ان شاء الله النهارده فيديو جديد. النهارده تاني يوم في المصيف. كنا لابسين كده وجاهزين علشان طالعين اول رحله مع الشركه اللي احنا طالعين معاها. زي ما قلت لكم كانوا عاملين رحلات كده، فالنهارده اول يوم بقى. تابعي بقى معايا الفيديو علشان تشوفي عملنا ايه وهنروح شاطئ ايه. واتمنى طبعا لو انت جديده عندي في القناه اشتركي فيها وفعلي الجرس عشان كل ما انزل فيديو ان شاء الله تتفرجوا عليه. تعالوا بقى نقول بسم الله كده ونبدا الفيديو بتاعنا. بصوا احنا كده كنا وصلنا الشاطئ اللي احنا رايحينه. الشاطئ ده كان اسمه اكوا هاوس. بصوا هو اللي انا سمعته ان دي كانت المفروض مينة صيد، يعني الجيش خدها وعملها كده شاطئ زي ما انتم شايفين. بس هو بحر مقفول، فالشاطئ هو حلو قوي للاطفال. يعني الاطفال لو معاكي اطفال هيتبسطوا قوي. بصوا بقى احنا كنا رايحين بدري قوي، كانت تقريبا دلوقتي ممكن الساعة 9. فهتلاقوا كده ان الدنيا فاضية ولسه الشط ما كانش فيه حد خالص. حطينا اول حاجة كده الفطار، قلنا هنفطر الاول وبعد كده بقى هنشوف هنعمل ايه. واخدة القهوة بتاعتي معايا طبعا، وواخدين الكولمن كده حاطين فيه تلج علشان يقضي كده معانا اليوم. بصوا بقى الشاطئ الصراحة ميته نظيفة جدا وحلوة قوي. وال بصوا مقفول كده حلو قوي، يعني هم عاملين حتى الكور دي. حتى لو انتي كواحده كبيره يعني لو عديتي الكور دي بتبقي برضو طايله على الارض يعني وليكي طول. فكان حلو قوي. بصوا ولادي بقى كانوا مبسوطين، بالنسبه لهم ده احلى شاطئ هم راحوه علشان ما كانش فيه موجه بتغلس عليهم وكده. دلوقتي بقى لقينا الممشى ده كده في الميه. طلعنا بقى علشان نتصور، الصراحه حلو وفكرته يعني حلوه للتصوير وكده. طلعنا بقى اخدت اخواتي وكده. انتوا عارفين اول ما بنروح اي شاطئ اول حاجه بنبتديها نتصور الاول، وبعد كده بقى بنبدا ان احنا ايه ننزل بقى الميه وكده. بصوا بقى هوريكم شكل الميه، ما شاء الله الميه شفافه كده وجميله، وكان فيها سمك كمان هتشوفوها دلوقتي. كان سمك صغير كده. بصوا الميه شفافه ازاي، يعني بتبقي واقفه كده في الميه شايفه رجليكي من تحت. بصوا السمك الصغير ده ما شاء الله. بصوا الممشى ده طويل خالص لجوه كده. احنا دخلنا بقى وقعدنا نتصور وكده. اللي طبعا الصور معرفتش احطها لكم. واميره كمان وقعت نضاره مصطفى. كانت يعني بتتصور جوه كده، هي حاطه ايه النضاره بتاعت مصطفى في الهدوم بتاعتها كده، شبكاها يعني في الهدوم. فنازله بتشطف بتغسل يعني الصندل بتاعها في سلم كده في الاخر. فراحت بتوطي، فراحت النضاره واقعه. قلت لها خلاص بقى هنجيبها ازاي، لا ينزل الحته دي طبعا غريق. بصوا من الناحيه دي. الناحيه دي ما كانتش الميه صافيه قوي، مش عارفه ليه. كانت بصوا حتى فيها الوان غامقه كتير. تقريبا كانت من الناحيه التانية دي فيها غريق ولا حاجه. لكن الناحيه اللي هي فيها الشاطئ زي ما انتم شايفين كده. وكان في مراكب كتير واقفه، وفيها العاب كمان هتشوفوها دلوقتي بقى في اخر الفيديو. في بقى البنانا بوت، البنات ركبوها وكده هتشوفوه. انا حاطه لكم الفيديو ده حلو قوي. بصوا بقى هنا انا كنت بدات اتحرق، نزلت اول يوم طبعا الميه اتحرقت شويه. ده كمان، وانا كمان كنت بحط سان بلوك كمان قبل ما انزل، وكنت بحط للولاد برضو بس هم ما كانش بيحوق معاهم. ما كانوش بيرضوا يلبسوا طواقي ولا حاجه مع اني كنت جايبه لهم، بس ما كانوش بيرضوا يلبسوها. هنا فريده بقى طلعت قالت لي صوريني. قعدت اصورها شويه، صورتها صور وصورتها برضو فيديو. بس بقى انا جايبه لهم مايوهات بكم وطويله علشان ايه جسمهم ما يعملش زي مصطفى بيلبس طبعا شورت عشان ولد وكده. وبيقلع كمان ساعات التيشيرت، فجسمه كان بيبوظ خالص. بصوا هنا بقى دخلت بقى في الميه وبصور لكم عادي، طبعا ما فيش موجه ولا كده. فقلت ادخل بقى واصور لكم من جوه. مصطفى بقى هنا كان بصوا عمال يغطس. هو من هنا طبعا مش غويط، فبيغطس كده وعمال بقى يجيب قواقع صغيره وحاجات زي كده، وكان فرحان. هنا دي ملوكه واميره اختي. هما كده كانوا خلاص بره، يعني بره على الشط خالص. لان ملك عندي جبانه شويه بتخاف تخش. فريده هي اللي بتدخل جوه عادي. بصوا بقى وكان في العاب مائيه زي ما قلت لكم. بصوا البحر هادي كده، عايز اطفال الصراحه اتبسطوا، ولادي اتبسطوا قوي. يعني كل يوم كانوا عايزين يروحوا نفس الشاطئ، بس هو مشكلته ان هو كان بعيد عننا شويه، يعني لازم تركبي حاجه من الشقه اللي احنا كنا فيها للشط ده. كان حوالي مثلا نقوله 25 دقيقه ولا حاجه. هنا بقى كنت بلعب انا وفريده.
بصوا الكابات دي بتحمي قوي من الشمس. يعني انا كنت بلبس الكاب ده او الطاقيه الكبيره، الصراحه كانوا حلوين قوي، بيحموني قوي من الشمس. انا سوديت بس مش قوي، مش زي ما اكون مش لابسه مثلا حاجه. وبرده الصن بلوك بيعمل يعني بيشيل شويه الصراحه. هنا بقى بصوا كانوا راكبين الناس بقى بتركب بقى البنانا بوت وكده، بس كان بياخدهم جوه ويروح قلبهم. بصوا انا بتهيألي احلى حاجه اصلا في القلبه دي. هصور لكم دلوقتي بقى اميره ونور وسلمى هما بقى بيركبوا. بصوا فريده رايحه عايزه تركب معاهم، تقولي هركب معاهم عادي ما هم هيمسكوني. قلت لها لا طبعا ما ينفعش، بس كان امك خايفه هركبك انتي. بصوا ده كان النفر ب40 جنيه، بيلففك شويه يعني جوه. الصراحه انا خفت اركب، هم قعدوا يقولوا لي تعالي اركبي، خفت اركب ليه؟ لان هو بياخدك جوه في البحر خالص في الغريق وبيروح قلبك. فانا خفت من كده ما رضيتش اركب يعني. بس هم بقى اتفقوا معاه يعني قالوا له ما يقلبهمش جوه، هو قلبهم بس بره وهم خارجين. قلت لهم لو كنت اعرف كنت ركبت معاكم. احنا واقفين بقى بنصورهم. بصوا سماح جبانه زي واقفه جنبي اهي، ملهاش في الكلام ده. انا وهي جبنه قوي. يعني هم كانوا عايزين يجربوا حاجات كتير، بس سماح كانت عايزه تركب الباراشوت ازاي بقى انا ما اعرفش. يعني هي خافت تركب البنانه دي وعايزه تركب الباراشوت، بس ما نفعش زي ما قلت لكم في الفيديو اللي قبل كده علشان خاطر كان سعره عالي قوي. بصوا بقى هنا سماح كانت بتصورهم صور وانا كنت بصورهم الفيديو. هو الصراحه كمان كان حلو، كان حلو في الشط ده لان الشط مقفول ومفيش موجه وكده. شفته في يعني في شط تاني كان فيه موجه وكده، كانت البنانه دي بتتشال كده وتتهبد على الميه، فالصراحه رعب يعني. ركبوا سلمى في النص عشان صغيره، وكده كده اصلا لما بتيجي تركبي بتلبسي اللي هو الجاكيت ده، اللايف جاكيت ده، عشان لا قدر الله حد وقع مش عارفه ايه ما بيعرفش يعوم، يبقى الجاكيت ده رافعك كده على الميه. هنا بقى هو كان بيظبط الدنيا وبيربطه كده ومش عارفه ايه علشان يمشي بيها. السنوره العبيطه عماله باي باي. تقولي لو غرقت الفلوس بتاعتي طلعها صدقه عليا، قلت لها ماشي عينيا. بص بقى بدأوا يتحركوا. هو بقى عشان مش هيقلبهم جوه فايه لف بيهم شويه جوه حلوين يعني. هيلف بقى بيهم شويه، وفي صخره هناك كده هيفضل يلف حواليها شويه في نص البحر هي، وبعد كده هيجي بقى ايه يقلبهم مره واحده. الجو كان حلو قوي في الاسبوع اللي احنا رحنا فيه ده، كان حلو يعني بالنسبه لي. كان زي ما قلت لكم ما كناش بنشغل مراوح، وكان الجو تحفه يعني. حتى في القاهره هنا يعني ناس قالوا لي ماما يعني قالت لي الجو كان حلو برضو في الاسبوع ده. بصوا بقى كان بياخد الناس بقى ويرميها بقى ورا كده زي ما انتوا شايفين كده، لكن احنا طبعا علم جبانه بيعملش معانا كده. بصوا بقى الصخره اللي هي ورا دي بقى بيقعد يلف حواليها شويه. لا هي مش باينه هنا الصخره، هتشوفوها دلوقتي لسه ما جاتش تقريبا، مش باينه في الفيديو مش عارفه ليه عشان صغير. اهي اللي هي على الجنب اللي على الشمال دي. هنا خلاص انا يعني سرعت لكم الفيديو شويه، هو كان لف بيهم بقى وخلاص بقى ايه كده راجعين. يعني سلمى اصغر واحده قالت لا حلو مش بيخوف ولا كده، قلت ان شاء الله بقى المره الجايه نبقى نركبه. بصوا بقى هيجي بقى دلوقتي يروح قلبه. بصوا بس كده دي نهايه الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك وشير واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي بننزلها.